السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى طشة للملوخية بقى، ملوخية يا جماعة فيها تكات كتير جدا. تابعونا للآخر عشان تشوفوا أحلى تكات وأسهل ملوخية ممكن تعملوها في حياتكم. احنا بنعمل الملوخية طشتين، دي الطشة الأخيرة. يلا نشوف بقى الخطوات. عملنا النهاردة ملوخية بالأرانب. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واعملوا لنا سبسكرايب وتابعونا يا جماعة، وما تستخسروش فينا اللايك لانه بيرفع الفيديو. زي ما انتم شايفين بنجتهد عشان نعمل لكم احلى حاجة. ملوخية النهاردة بالارانب بقى يا جماعة، طعم رائع، مش قادرة اقول لكم على طعمها عامل ازاي. شايفين قوامها وشكلها. لا استخدمنا فيها مخرطة ولا استخدمنا فيها كبة ولا استخدمنا فيها خلاط. هنقول لكم احنا عملناها ازاي بطريقة سهلة جدا ومريحة جدا جدا جدا، ونتيجة روعة زي ما انتم شايفين. يلا بقى نشوف خطواتنا. معانا النهاردة ارانب مغسولة